السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة أقول لكم على وصفات جميلة جدا طلبتها مني بنوتة كده وموظفة. هي موظفة طلبت مني إن أنا أعمل لها حاجات تبقى مسعفة ومنقذة ليها في البيت، تبقى وقت ما ترجع كده من شغلها يبقى عندها حاجات تعمل أكل لولادها بسرعة. فأنا حبيت النهاردة إن أنا أنقل لكم الحاجات دي عشان خاطر الكل يستفيد. يلا بينا نقول لكم عملت ايه. جبت كيلو صدور، حطيت عليه علبة زبادي، وحطيت عليه معلقة بهارات كبيرة، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة ونص ملح، وتبلتهم. تاني يوم الصبح اقوم اقطعها زي ما انتم شايفين كده شرايح رفيعة. بعد ما تقطعيها شرايح رفيعة تجيبي عندك القدر وتحطيه على النار او الحلة وتحطيه على النار، وتحطي فيها معلقتين سمنة فلاحي على معلقة زيت زيتون، وبعدين تنزلي بيها الصدور. تنزلي بالصدور وتفضلي تشوحي في الصدور بتاعتك. الصدور بتاعتك وانتي بتشوحي فيها هتبقى ريحتها رهيبة من البهارات ومن الزبادي ومن انتي بيتيها ليلة كاملة، فكل الدنيا اتوغلت في بعضها. النسيج بتاعها كله بقى طعمه جميل وريحته جميلة. هتفضلي بقى تشوحي فيها كده شوية، تسيبيها وبعدين ترجعي تقلبي، تسيبيها وترجعي تقلبي. ماشي. هتفضلي بقى ايه زي ما انا بقولك كده متابعاها وهي على النار لغايه ما تبدا تستوي. بصوا استوت من تحت، نقلب من فوق. وخلي كده عندنا صبر واحنا بنعملها عشان خاطر تكون خدت تلات ارباع سوا. احنا عايزين نديها تلات ارباع سوا. ماشي. وهقول لكم الربع التاني هنعمل فيه ايه. تفضلي تعملي كده لغايه ما توصلي للتلات ارباع. في الوقت ده انا مطلعه كيس صلصه كبير من اللي انا ببقى مجهزاه، وحطيته على صدور الفراخ. ماشي. وهقلب فيها لغاية ما تسيح الكتلة اللي فيها دي. وبصوا بقى صدور الفراخ اهي من تحت عشان الصدور الفراخ ما تلزقش تحت، والكتلة دي تبدأ تسيح. ماشي. كل ده وانتي واقفة قدامها لان الصلصة انتي مجهزاها. هتبدأي تحطي عليها نص علبة صلصة، وبعدين تسيبيها تستوي وتجيبي اكياس وتكيسيها. ودي انا بسميها المسعفة المنقذة. تكيسيهم وتحطيهم تبع بقى ايه رغباتك. انا عملت حوالي كل ربع كيلو صدور مع الصلصة بتاعته في الكياس. كيستها وبقت جميلة، وهي كده المسعفة المنقذة للموظفين للعرايس لأي حد. ويا رب يكون دايما عنده حسن ظنكم. والسلام عليكم.